مساء الخير يا ولادي، مساء الخير يا بودكاستي وحلقة جديدة من كلام ماما واعداداتي بقى للبودكاست وان انا اعمل ايه بقى وكده. يعني الموضوع كبير قوي، خد مني وقت كتير قوي صراحة يعني. وان انا وايه يعني هو خد مني وقت كتير، بس ان انا انزله كده. مثلا لو جيت قلتولي من 2-3 ده كان هيبقى شكل البودكاست بتاعك مثلا، او ان انت هتنزليه بالطريقه دي، ابدا ابدا ولن يكون. كان هيبقى فيه تخطيطات اكتر، اللي هو برضو انا مش عارفه ايه هي، بس كان فيها يبقى تخطيطات اكتر، وكان لازم بقى كل حاجه تبقى بقى اللي هي ايه بقى، يعني مظبوطه. كان هيبقى بقى ايه اللاب بقى، ولازم ميكروفون بقى مش عارفه ازاي ولازم يعني الدنيا تبقى متظبطه بقى فانا مش انا وانا مش لاقيني. فاللي بيحصل ده طفرة جامدة جدا في جيناتي، وطفرة جامدة جدا في اعداداتي، وطفرة جامدة جدا في شخصيتي اللي انا اشتغلت عليها كتير عشان اظبط المثالية اللي عندي، لان انا اكتشفت اصلا كمان ان المثالية دي طلعت مرض. فيعني الواحد اكتشف حاجات كتيرة قوي، فهنتكلم في حاجات كتيرة قوي يا ولاد، والله هنتكلم في حاجات كتيرة جدا. او انا اصلا يعني عماله كده يعني افكر اقول هما مثلا ما يعملوش وصله بتاعت ميكروفون، ان انا مثلا احطها ايه في مخي، احطها في مخي كده واوصلها بالبودكاست وتنقل كل الافكار بتاعتي من غير اي حاجه بقى خالص. حاجه كده اللي هو يعني وهم وخيال، وبعدين هسليكوا تسليه كميه افكار وكميه حاجات يعني. بصوا مش هخليكوا تزهقوا ابدا. وانا البودكاست اصلا كنت عايزه اسميها ماما جت، بس انا عملت الصوره بتاعتي على كانفا، ولما جيت اكتب بالعربي كان الكلام شكله غريب كده، فاضطريت ان انا اكتب بالانجليزي يعني. وبعدين لما جيت بقى في الاعدادات، طبعا ده صوت طياره خلفيه، انا قلت لكم مش هحرمكم الصوتيات يعني، ايش عربيات وايش طيارات وموتوسيكلات، هتسمعوا عجب. المهم فكنت عايزه زي ما بقول لكم اقول اكتبها ماما جت، بس ما نفعتش. ولما جيت اكتب بقى الاسم هنا لقيته ان انا ينفع اكتب انجليزي وعربي، فاتبسطت قوي فرحت كاتباها بالعربي. ودي برضو يعني ان انا ايه، ما عنديش طاقة. او اكيد طبعا في برامج تانية بتعمل البوسترات او الصور دي، بس انا يعني من ضمن قلة الطاقة ان انا ادور على حاجة تخلي كل حاجة 100 100. وده برضو من جزء من تعديل شخصيتي يعني، ان والله ما انا عاملاها 100 100 وهي دي اللي هتتعمل، ومانيش مدورة على قناة عشان بقى إيه الا مش هعمل الا في قناة يعني، عشان اكثر حدة ان كل حاجة تبقى مظبوطة يعني. انا خدت خطوة جريئة قوي في حياتي يا جماعة، والله انتوا ما تتخيلوش. اول بودكاست نزلته ده خطوة مهمة جدا جدا في سلسلة العقبات اللي بحطها لنفسي عشان ابتدي اول حاجة. من ضمن الحاجات برضو اللي انا يعني سمعت فيديو كده برضو، اللي هو يقولك كده لما ساعات الواحد بيتفرج على فيديوهات اللي هو فعلا بتنور لمبة، بتنور لمض، اللي هو ده بالإضافة بقى الفيديوهات تانية أصلا أنت يعني أكنها مثلا دخلت جوه عقلك وترجمت اللي أنت عايزه. فأنا بصراحة من إيجابيات النت، هي دي إيجابيات اللي أنا استفدت منها. النت ده فادني، أنا استفدت منه إيجابيا في حاجات كثيرة جدا، والحمد لله الحمد لله. يعني السلبيات بتاعته الحمد لله أنا قدرت ما يعني ما انخرطش فيها وكده يعني. فبصراحة التقدم ليه فضل عليا، والنت وفيديوهات النت ليها فضل عليا، سواء يوتيوب بقى ولا تيك توك بقى ولا فيسبوك. والفيديوهات بتيجي في اوقات يعني، ده لو هم يعني ده لو انا مش هنزلها في الوقت اللي انا فاكره انه مناسب ليا يعني. ف فمن ضمن الفيديوهات اللي انا كنت شفتها، معلش اصل انا عندي حاجات كتيره كده عايزه اتكلم فيه بقى، وتحسوا كده ان ايه
الالهام بقى كده يعني. فالمهم فمن ضمن الفيديوهات اللي انا شفتها، اللي هي الواحد بيحاول يفهم في نفسه كده يعني، كل شوية يعني في رحلة اكتشافي النفسي دي، برضو حاجات هنتكلم فيها برضو. ان انت اي حاجة كنت فاكرها عيب فيك، هي مش عيب، هي ما كانتش عيب. هي كانت مثلا حاجة كان المفروض تتقاوم ما تقاومتش، او حاجة بسبب الظروف اللي انت مثلا مريت بيها فسببت العيب ده، فانت فاكره ان هو حاجة شخصية عندك، وهو اصلا مش حاجة شخصية عندك. فيا جماعة الموضوع طلع كبير كبير جدا 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 يعني. فالمهم الفيديو ده بقى بيقولك ايه بقى، ان كل واحد فينا عنده مشكلة في 3 نقط. في حد بيلاقي مشكلة عنده في البدايات، ان هو يبتدي حاجة، يبتدي المشروع او يبتدي اي حاجة هو نفسه فيها. وفي ناس تانية عندها دروب او يحصل لها كده وقفة في نص يعني تبتدي حلوة قوي، بتبقى جميلة، وتيجي في النص وهوب تقف. وفي ناس تالتة بقى تبتدي حلو وتمشي حلو في الوسط، وتيجي في النهاية وما تعرفش تكمل. فانا قعدت اقول بقى هو انا ايه بقى يعني الموضوع ده. اول ما شفت الفيديو ده بصراحة عارفه اللي هو خبطني خبطه جامده، اللي هو انا اصلا، هو انتوا بتقولوا ايه؟ هو ده اصلا مشكله؟ هو انتوا اللي بتتكلموا فيه ده بجد مشكله؟ وقعدت كتير كده عقبال ما يعني اهضم الكلام. وبعدين قعدت اقول طب هو انا بقى ايه مشكله؟ طب انا بقى فين بقى في الموضوع ده؟ انا في البدايات ولا في النص ولا في النهايات ولا نظامي ايه؟ لقيت نفسي ان انا البدايات عندي صعبه، يعني ان انا لما باخد خطوه في حاجه انا لازم اقعد افكر كتير، واجيب بقى ايه والتأمينات بقى واللي هيحصل واللي حصل واعملها ازاي وعلى رأي الدحيح اجيب احلى قلم واجيب احلى ما اعرفش ظروف واجيب ايه وايه وايه والبدايات عندي مشكلة. واكتشفت برضو ان انا عندي مشكلة في النهايات يعني تقريبا انا مش نافعة. بس انا يعني اعتقد ان مشكلة النهايات عندي بتيجي في الحاجات اللي هي يعني ايه اللي انا مش بحبها، يعني او اللي انا مضغوطة ان انا اعملها وانا مش حباها. يعني إيه ان انا اقفل حاجة او ابتديتها وانا اصلا الحاجة دي مثلا نتيجة ظروف معينة اضطريت اعملها كده، مش حاجة بناء على رغبتي يعني. فانا يا ولاد اكتشفت ان البدايات عندي هي اللي صعبة. انت بقى يا ترى ايه اللي صعب عندك؟ بداياتك ولا الوسط في وسط الموضوع ولا في الاخر؟ عشان انت الموضوع ده هيفرق معاك جامد. الموضوع ده انت اصلا بالنسبة لك انت فاكره ان هو مش مشكلة اصلا، بس هو مشكلة. بعدين يقولك ايه بقى، ان انت عشان تتغلب على حاجة زي كده وتعرف تكمل، اربط يعني اعمل زي ربط اشتراطي كده. لو انت مثلا البداية عندك صعبة، فانت في البداية شغل مثلا حاجة حلوة انت بتحبها وانت بتشتغل، فتقوم ايه تحفزك زي اغاني مثلا او حاجة، فتحفزك فتخليك تخلص البداية بتاعتك دي بسرعة، او النهاية او الوسط، يعني على حسب ما انت بتقف يعني وتفرمل. وان انت مثلا ما تقعدش كتير، يعني تقريبا تاخد تلت ساعة وتريح. في حاجات كتيرة تقنيات كده، بس ولا حاجة فيهم نفعت معايا صراحة، ولا حاجة نفعت. إيه انا لازم الحاجة تشدني قوي او الحاجة اكون حباها، إيه وعقدها انا بقى بمزاجي بقى يعني اللي هو اللي انا عايزاها بقى ايه تطلع بمثالية بقى. فدي كانت هي من ضمن العقبات يعني. بس انا حتة المثالية دي زي ما بقولكم، يعني ان انا لو على مثالياتي اللي هي من سنتين مثلا، الموضوع مش من بعيد عالجته يعني. لو من على سنتين مثلا لا البودكاست ده ما كانش هيبقى كده خالص يعني. وممكن ما كانش يبقى ننزل اصلا من كتر ما انا عايزة الدنيا متظبطة كمان يعني. ف حتة ان انت تفهم نفسك وتحلل كل حتة فيك وكل جزء في تصرفاتك،
وتمشي تبع قدراتك واللي انت تقدر عليه واللي انت ما تقدرش. ده اللي ساعدني ان انا اخد الخطوة وانزل اول بودكاست ليا امبارح. يا جدعان سقفوا وزغرطوا. ليه بقى؟ لان انا قلت لا، انا مش هحمل نفسي فوق طاقتها. انا مش انا عماله اكلم في نفسي بقى، ما انا عايزه اخد الخطوه يا ناس. انا بقى ده انا يعني انا نزلتها امبارح، وعايزه اقول لكم الصدمه بقى ان انا بقالي مثلا اكتر من هداخله في سنه بفكر في الموضوع، واكتر من سنه. عشان بس الصدمه، محدش يضحك يا جماعه لو سمحتوا، محدش يضحك، بس دي يعتبر تقدم جدا جدا. انا عارفه انا بقول لكم ايه يعني. ف... فبالنسبه ان انا كنت بعقد الدنيا لنفسي وعايزه حاجه مثاليه بقى، وعايزه الدنيا متظبطه، فقعدت اقول ايه بقى، لا، انا مش هعقدها. انا مش هقعد على مكاتب. انا مش هعملها فيديو، انا هعملها اوديو. انا هعملها في اكتر وضع مريحني. انا هعملها حاجة سهلة جدا تساعدني ان انا في اي وقت هبت عليا الهبة اقوم كده واحط ميكروفوني في تليفوني واكمل واشغل واظبط مزاجي واظبط. انا عايزة حاجة تريحني، حاجة تاخد الضغط من عليا، مش حاجة تضغط عليا، ان الدنيا ضغط عليا بما فيه الكفاية. فانا مش هخلي كمان الحاجة اللي انا بحبها تضغط عليا، والا مش هعملها ومش عايزاها. ف ممكن قدام، يعني انا المرحله دلوقتي الحاليه اللي هي مرحله الطلعه والقفزه اللي هي الستارت بتاعتي دي، مش عايزه اعقدها واحبكها واخليها كده يعني، عشان اقدر ابتدي. ممكن قدام بقى لما خطواتي تثبت كده واستقر وافهم نفسي اكتر واشوف الدنيا ماشيه ازاي والدنيا توضح اكتر عندي ورجلي تثبت في المشروع، اقدر بعد كده يعني ايه حبة حبة اجودها. بس برضو ان انا مش هعقدها، جود ولا تعقد يعني فانا بكلمكم دلوقتي حاليا من على سريري، تمام. وقبل ما انام كمان شوية بقى قلت بقى اتكلم مع صديق الصدوق البودكاست بتاعي، ومنتهى الاريحية. ويا ريت يعني لو حد سمع او وقع تحت ايده البودكاست ده يقول لي اخبار الصوت ايه، ماشي والدنيا كده حلوه ولا في مشكله؟ والنبي ما تقولوا في مشكله، والنبي ما تقولوا في مشكله، خليني امشي عشان هتعب، هتضايق. المهم افهموا نفسكم. احنا محتاجين نفهم نفسنا. مفيش حد وعانا ان احنا نفهم نفسنا. احنا اتربينا دايما ان احنا نخدم الاخرين، اتربينا دايما ان احنا نشوف الكل اللي حوالينا عايز ايه، وما نشوفش الكائن الوحيد اللي المفروض احنا نشوفه اللي هو احنا عايزين ايه. المجتمع ربنا، باباك ومامتك عايز ايه، اخواتك اللي اكبر منك عايزين ايه، عماتك وخالاتك وعمامك واهل عشيرتك كلهم عايزين ايه. ريح الكبير وريح الصغير وريح التخين وريح الرفيع. اعمل كل حاجة ترضي الجميع إلا نفسك. فبالتالي انت طلعت بلحة، مش عارف اي حاجة عن نفسك، مش فاهم لا انت عارف قوتك من ضعفك، بتحب ايه ما بتحبش ايه، قادر على ايه ولا مش قادر على ايه، مرتاح في ده مش مرتاح في ده. فانت طالع مش عارف حاجة عن نفسك. انت فاهم كل حاجة عند الناس وعارف كل حاجة عن الناس إلا انت. دي مشكلة يعني. يا جماعة الكائن الحي اللي انتوا بتجيبوه ده ما ينفعش يتجاب كده يعني. انتوا مش بتجيبوا حاجة وتحطوها في سوبر ماركت، ده كائن حي بيتبلور وبيتشكل وانتوا بتعملوه حياته ومستقبله. في ايديكوا تطلعوه فوق، في ايديكوا تنزلوه تحت، وفي ايديكوا تخلوه لايس ما هوش عارفه عايز ايه. ف يعني انا بعد ما قعدت كده يعني قعدت اعالج في نفسي بقى كده واكتشفها واشوف نقط ضعفها واشوف ايه اللي انا قادره عليه واللي مش قادره واللي بحبه واللي ما بحبوش والموضوع ده قريب يعني، مش حاجه من بعيده يعني. بس انا بقالي وقت كبير على فكره
يعني انا بقالي ولا 7 8 سنين، ولسه بشوف، ولسه بكتشف نفسي، ولسه بحاول اشوف انا ايه بالظبط، وايه اللي انا عايزه اعمله في دنيتي، وايه اللي انا عايزه اعمله في حياتي. يعني الانسان او العيال مش لعبه يا ولاد، العيال مش لعبه. ما تتجوزش طول ما انت مش عارف هتعمل ايه مع الكائن اللي جاي ده، عشان الكائن اللي جاي ده حياته انت بتشكلها، يا اما تشكلها بائسة يائسة، يا اما تشكلها حاجة يعني هو يفخر بيك ويفخر بنفسه يعني. ودي كانت دردشتنا النهاردة، ويا رب تنور لمبة في دماغ حد، تكون مثلا تساعد حد، او تريح حد كان فاكر ان هو حاجة وحشة مثلا، او وطلع ان هو مش حاجة وحشة، بالعكس هي ظروف. يعني احنا لسه هنتكلم كتير عشان في حاجات كتيرة، بس يا رب الحلقة دي تعمل حاجة يعني. واشوفكوا في كلام ماما في حلقة قادمة، وعملت تاني بودكاست ليا. سلام.